السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وسلامة يا رب. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل بسكويت، حاجة كده من حلويات العيد. حاجة كده في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين، كيوت قوي وشكلها حلو جدا جدا وبسيطة ومقاديرها ابسط منها كمان. بصوا سهلة، مش هتاخد معاكوا وقت، بسيطة. مكوناتها برضو بسيطة ومش مكلفة، وكمان الشكل النهائي بتاعها حلو جدا زي ما انتم شايفين. هقول لكم على اسرار تطلع معاكم دايبه، وعلى اسرار كمان ان هي تطلع معاكم مقرمشه زي البسكويت. يعني في كلتا الحالتين تقدري تعملي الشكلين معانا او تعملي ده او ده. لو حابه تعمليها بنفس الطريقه اللي انا عملتها مفيش مشكله، ولو عايزاها دايبه هقولك كمان تعمليها دايبه ازاي. بصوا التسويه بتاعتها في منتهى الجمال، وهقول لكم على سرها ان هي تطلع من فوق زي من تحت، ما تاخدش لون ابدا من تحت. وده طبعا سر نجاح البسكويت ده. طبعا عمره ما بياخد لون من تحت، لازم يبقى فوق زي تحت. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الطريقة ونشوف المقادير معانا ايه النهاردة. بس ما تنسوش لو اول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش لايك واشتراك للقناة وتفعلوا جرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو انا بعمله. اول حاجة هبدأ بكوباية من الزبدة او السمنة، وطبعا حطها في التلاجة. ده ضروري جدا جدا ان انتوا تحطوها في التلاجة. هبدأ انزل في بولة كده وبالمضرب، وهبدأ ان انا اخفقها كده لحد ما تفك معايا ولونها يتغير تماما. اول ما لونها يتحول معايا لون كريمي ابيض كده فاتح، هبدأ ان انا احط مقدار السكر معايا. آه، انا معايا قلت كوباية من السمنة، يبقى معايا نص كوباية من السكر. طيب نفس الكوباية نفس المعيار اللي بتشتغلي بيه، وممكن بنفس المج بتاعنا بتاع الشاي اللي احنا بنشرب فيه شاي، في موجود في اي بيت في بيوتنا. يعني لو ما عندكيش الكوباية المعيارية عادي مفيش اي مشكلة، اي مج في البيت او اي كوباية اتعاملي معاها بنفس الطريقة. هبدأ ان انا اخفقهم مع بعض تماما. ويا ريت السكر البودر تطحنيه انتي في البيت، يفضل بكتير احسن من اللي بنشتريه جاهز من بره، عشان اللي جاهز من بره بيبقى فيه كمية نشا. هبدأ أضربهم مع بعض تماما لحد ما أحس إن هما اختلطوا تماما مع بعض واندمجوا مع بعض كويس جدا. وقلت لكم من وقت للتاني أبدأ إن أنا أنزل الجناب معايا كده، علشان كل الخليط بتاعي يبقى نفس السمك معايا ونفس الذوبان معايا. دلوقتي بقى هبدأ إن أنا أنزل معايا بيضتين، طبعا مش في التلاجة خالص، في حارة المطبخ كده. وهنزل معايا بكيسين من الفانيليا أو معلقة، وهبدأ ان انا اضربهم كويس جدا مع بعض. هلاقي القوام معايا عامل زي الكريمة، زي الكريم شانتيه كده. كمان زي ما انتوا شايفين كده لونه فاتح جدا. برضو من وقت للتاني هبدأ ان انا انزل معايا بالجناب كده زي ما انتوا شايفين. اخلطيهم على اقل دقيقتين مع بعض لحد ما يندمجوا تماما مع بعض كده. شايفين القوام معايا؟ بعد كده بقى هبدأ انزل نص كوباية من النشا. لو انتي عايزاها بقى مقرمشة زي ما انا قلتلك او ناشفة شوية، ده سر القرمشة معايا. ايه؟ نص كوباية من النشا، نص كوباية صغيرة من النشا. طيب وذرة ملح، وهبدأ ان انا اقلبهم بالراحة. وذرة بسيطة من البيكنج باودر. طيب انا لو مش عايزاها مقرمشة وعايزاها دايبة بتدوب، يبقى معلقة واحدة من النشا. طبعا ما تكتريش النشا نهائي. لو انت عايزاها دايبة، لو انت عايزة البسكويت ده دايب تخليه معلقة واحدة بس من النشا. ابدا اقلبهم مع بعض قبل ما احط اي دقيق او اي حاجة، وهبدا اقلبهم كويس كده زي ما انتوا شايفين اندمجوا. بعد كده بقى هبدا ان انا انزل معايا بالدقيق. الدقيق معايا كوبايتين.
نفس المعيار ونفس الكوباية اللي انا حطيت بيها السمنة الاولانية هي اللي هحط بيها الدقيق. يبقى زي ما انا بحط كوباية من السمنة قدها مرتين دقيق، ونص السمنة سكر. المعيار مظبوط جدا، وانا هسيبه لكم في صندوق الوصف. هكتب لكم المكونات والمقادير بالظبط بالجرامات ان شاء الله وبالكيلو. هبدأ احط الدقيق لحد ما الم العجينة زي ما انتم شايفين. هجيب بقى معلقة صغيرة اللي هي بتاعة المعيارية دي. لو ما عندكيش المعلقة المعيارية، اي معلقة او اي غطا. لازمته ايه؟ يعني ان انا عايزة كل البسكوت يبقى قد بعضه، عشان لما اجي ازينه زي ما انتوا شفتوه في اول الفيديو كده، ان يبقى كل اتنين قد بعض، يعني كلهم قد بعض، الاتنين على بعض بيبقوا قد بعض بالظبط. هبدأ بقى اشوف، وشايفين العجينة طرية ازاي في ايدي، جميلة ما شاء الله عليها. ببدأ ألمها بس كده بأطراف صوابعي علشان ما يبقاش فيها أي حاجة. طبعا لو ضغطتي عليها ما فيش فيها أي تشققات ولا أي حاجة. لو اتشققت معاكي اعرفي كده ان العجينة فيها حاجة، مش يعني مش هتطلع حلوة. لو شققت كده مش هتطلع حلوة أصلا لما تطلع من الفرن كمان. لازم العجينة وانت بتضغطي عليها كده وتكوريها وتعمليها في ايدك كورة وتضغطي عليها تفرديها، تلاقي العجينة مش بتشقق أصلا. فكده هي المقادير مظبوطة، سمنة وسكر ودقيق. تمام. هبدأ بقى ان انا اشكل كل الكمية زي ما انتوا شايفين كده. سهلة وطريقتها سهلة، مش محتاجة حاجة خالص، وكمان المقادير مظبوطة. دلوقتي بقى هوريكم تشكيلة تانية. هبدأ ان انا اكورها كده وبصباعي كده باجي عاملاها كأنها حفرة كده. دي بقى احط فيها كريز، احط فيها شوكولات، احط فيها اي حاجة، بيبقى شكلها حلو جدا. هعمل معاكم كمان واحدة. طبعا لو وصلتي معايا لحد دلوقتي يا ريت ما تنسيش لايك واشتراك للقناة وتعملي شير كتير علشان يوصل لأكبر عدد، والناس كلها تستفاد ان شاء الله من المعلومات من الفيديو. زي ما انتوا شايفين كده العجينة كويسة جدا جدا. وكمان العجينة بتاعة البسكويت دي برضو مش بتتعجن، يدوب بس بلمها. خلصت كل الكمية زي ما انتوا شايفين، وهبدأ ادخل على فرن على درجة حرارة 180 على رف اوسط. بتاخد برضو معايا من 10 دقايق ل 12 دقيقة بالكتير قوي. اهم حاجة ان هي ما تغيبش معاكي في الفرن. وبصي عليها كل شوية، بحط شوكولات كده في الوسط وبحط الاتنين على بعض. طبعا زي ما انتوا شايفين انا عملته صغير وكبير، بس انا اللي قصدي اعمل كده يعني، لكن انا لو بالمعلقة زي ما اتفقت معاكم هتبقى بالظبط. جبت الفورماسي ده، وهبدأ ان انا ازوقها بيها كده. بصوا شكلها في منتهى الجمال، حاجة كده روعة، حلوة جدا وكيوت جدا، وعجبت عندي الولاد جدا جدا. زي ما انتوا شايفين ما بنشغلش عليها الشواية نهائي. انا عايزة لونها من فوق ابيض، لونها مش بيبقى ما بياخدش لون من ابدا من فوق، ولا بتشغل عليها الشواية اصلا. تمام. وكمان ما بنتهنش الصينية اي حاجة، ما بنتهنهاش لان هي فيها نسبة دهون، ف سمنة يعني، فاستحالة ان هي تلزق في الصينية. طبعا وبسيبها اول ما بتطلع تبرد شوية. وطبعا لو انت هتشيليه بقى للعيد ان شاء الله، بتحطيه في علبة محكمة الغلق، ان هي تبقى مقفولة كويس جدا علشان ما يرطبش معانا وما يبقاش طري. كل ما تحكميه وتغطيه في حاجة محكمة، عمره ما يطرى معاكي، بيفضل مقرمش زي ما عملتيه في الاول خالص. هشكله بقى للاخر لحد ما اخلص الكمية كلها. يا رب يكون عجبكم الطريقة وعجبتكم الطريقة دي وعجبكم الفيديو. وما تنسونيش بقى في لايك واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو انا بعمله. والسلام عليكم.